في قطر لا مكان للعدالة والجرم. لورين باترسون، سمعتوا عنها؟ تعال أحكي لكم القصة. لورين مواطنة بريطانية تبلغ من العمر 24 عاما، كانت تعمل كمدرسة في مدرسة بالدوحة وتعيش في قطر مع عائلتها. في مساء 12 أكتوبر 2013 حضرت لورين حفلة في أحد النوادي بالدوحة مع صديقة، وبعد انتهاء المناسبة غادرت المكان برفقة شاب قطري وصديق له وفق ما ظهر في الكاميرات المراقبة. وبعد ذلك لورين اختفت ولم تعد إلى منزلها، وبعد أيام عثر على بقايا بشرية محترقة في منطقة صحراوية خارج الدوحة، والتحليل أكد أنها تعود للورين. الشرطة القطرية اعتقلت شخصين، محمد عبد الله الحسين المتهم الأول وشخص آخر اتهم بالمساعدة يعني ثانوي. ووفق ما ورد في القضية قام المتهم بقتل لورين ثم نقل جثتها إلى منطقة صحراوية وقام بإحراق الجثة للتخلص من الأدلة. في 2014 أدين المتهم الرئيسي بتهمة القتل وصدر بحقه حكم الإعدام، أما المتهم الثاني فصدرت عليه عقوبة بالسجن لدوره المساعد. لاحقا جرت مراحل استئناف على الحكم، وفي عام 2018 جرى تخفيف الحكم بحق المتهم الأول من الإعدام إلى السجن المؤبد أي 25 عاما وفق النظام القطري. لم تنشر تفاصيل رسمية دقيقة حول نوايا أو دوافع محددة لجريمة القتل، والملف القانوني قدم على الأساس القتل، حرق الجثة، محاولة إخفاء الجريمة، أما الدوافع بقيت غير واضحة علنا. رغم صدور الحكم المؤبد ظلت القضية مثار جدل واسع في بريطانيا وقطر خاصة بسبب فظاعة ظروف الجريمة وإحراق الجثة وتخفيف حكم الإعدام لاحقا. أما القضية انتهت قانونيا، ولكن بقيت أسئلة بلا إجابات عن لماذا قتلت وماذا جرى في الساعات الأخيرة قبل موتها.